يا مساء الفل، عاملين ايه؟ معانا النهارده مشكلة يعني صعبة شوية بس سهل ان احنا نحلها ان شاء الله يعني. يلا بينا مع بعض نشوف المشكلة بتاعتنا النهارده. صاحب المشكلة بيقول انا حاليا خارج مصر وخاطب من سنة، واتفقت مع اهل خطيبتي اني هبعد اخد عروستي هنا ونبقى ننزل نجهز شقتنا مع بعض براحتنا بعد سنتين ان شاء الله. ناس كتير جدا بتعمل الكلام ده وهم وافقوا، بس قالوا هنكتب القايمة واعمل توكيل لأبوك يخلص كل حاجة وكتب الكتاب. قلت خلاص ماشي حقها. جينا دلوقتي المفروض نتمم الموضوع، لقيتهم كاتبين قايمة عليا بأكتر من $500,000، منهم 150,000 جنيه بس خشب، وأنا أصلا لسه ما جبتوش، لأني متفق مع عروستي هنجيبه لما ننزل بعد سنتين علشان ما يتبهدلش. ده غير إنهم كاتبين 70 جرام دهب وأنا جايب شبكة 30 جرام دهب بس. كتير قوي. وكمان عاوزين بابا يمضي على ايصال امانه ويمضي كمان على القايمه هو وعمي. انا طبعا رفضت الكلام ده، طبعا عندك حق. علشان اوفر جدا، ده اوفر جدا 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 يعني. والجوازه شبه متوقفه دلوقتي، والبنت كل شويه تكلمني وهي بتعيط، واهلها مش عاوزين ينزلوا القايمه لربع مليون جنيه، حتى زي ما انا اقترحت عليهم، ومش متهودين في اي حاجه وحججهم انهم خايفين على بنتهم علشان هتسافر من غير ما تجهز الشقة، وعلشان انا لسه ما جبتش حاجة خالص. عاوز نصايحكم اعمل ايه؟ طيب بص بقى. اولا يعني طالما هي هتسافر معاك وانت مش هتجيب اي حاجة خالص، طبعا هما من حقهم ان هما يضمنوا حق بنتهم، بس مش اوفر قوي كده يعني. واللي انا اعرفه القايمه مش بتتكتب غير بعد ما بتجيبوا العفش، يعني بيتقيم قيمه العفش كله والذهب بتاعها والحاجات اللي هي جايباها وبتتكتب في القايمه. لكن القايمه ما بتتعملش والحاجه اصلا لسه ما يعني لسه ما جاتش، ما ينفعش. وطبعا وصل الامانه والكلام ده كله طبعا يعني جت اوفر قوي وكتير. وبعدين طالما هم هيدوا لك بنتهم، يعني معاك الاغلى من ده كله، يعني ما بيدوروا على عفش وقايمه والكلام ده. اه انا معاهم ان هم يعني يثبتوا حق بنتهم بس في المعقول، لكن مش اوفر قوي كده. فانت تتكلم معاهم والله يا جماعه انا مقدرتي كذا وكذا وكذا. هكتب قايمه مثلا، انت شوف هتجيب عفش بقد ايه وهم هيجيبوا حاجات بقد ايه. طبعا كل واحد بيبقى عامل رينج معين للجهاز بتاعه، هيجيب جهاز بقد ايه. فتشوف انت هتجيب حاجات بقد ايه وهي حاجات بقد ايه، وهتتكتب في القايمه، وهيتحط بس قيمه الذهب اللي انت جايبه. لكن وصولة امانة والكلام ده كله محدش عارف يعني النفوس بتبقى فيها ايه. يعني انت ممكن تكون شايفهم ناس كويسين، اخلاقهم كويسة، بس برضو الله اعلم بالنوايا. فما تجازفش ما ترميش نفسك قوي كده، يعني خلي كل حاجة في المعقول. والله يوافقوا على كده يبقوا الناس شاريينك امنين على بنتهم معاك. لكن لو رفضوا ومصممين على موقفهم، معلش يبقوا دول ناس طماعين. فيعني انصحك ان انت تسيب البنت. يعني والله يا جماعة هو ده مقدرتي، ده اللي انا اقدر اعمله. عجبكم على كده اهلا وسهلا، مش عاجبكم خلاص. فلو شاريينك هيوافقوا، لو مش شاريينك وبيهمهم الفلوس وخلاص طبعا هيرفضوا، ويبقى كده انت اللي كسبان مش هم. وان شاء الله ربنا هيعوضك خير. يعني اكيد باذن الله، يعني هتلاقي بنت الحلال اللي تستهلك، اللي مش بتدور على فلوسك ولا بتدور انت هتكتب لها ايه. يعني في بنات كتير بيتمنوا بس ان يلاقوا الشخص اللي بيراعي ربنا فيهم، مش اكتر من كده. وان شاء الله ربنا يوفقك. غريبة قوي الناس اللي بتشوف الشباب اللي متغربين وشغالين بره بلدهم ان هم يعني هيضربوا الارض يطلعوا ذهب. لا يا جماعة خالص، على فكرة مش كل الشباب كده، في شباب بتبقى طفحة الدم علشان تقدر تجيب الجنيه. فارحموهم، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده؟ ارحموهم شوية ووقفوا جنبهم شوية. مش معنى ان هم معاهم شوية فلوس يعني يبقى كده خلاص، لا، يعني محدش يعرف هم جايبين الفلوس دي ازاي. ف يعني تغاضوا شوية عن تكاليف الجواز الأوفر دي والحاجات اللي انتوا بتطلبوها كتير، حرام عليكم. يعني خليكوا على قد إمكانياتكم وعلى قد إمكانيات الشباب دول. بلاش الأفوارة قوي في متطلبات الجواز. يعني راعوا ربنا فيه عشان يراعي ربنا في بنتكم.